مساء الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض البسبوسه. نعمل بسبوسه ساده، نعمل بسبوسه اقتصاديه بكيس البسبوسه الجاهز العادي، مش هنشتري سميد مخصوص عشان في ناس بتقابلها المشكله دي ان مش بتلاقي سميد سايب. فاحنا هنعملها النهارده بكيس البسبوسه اللي بنجيبه من اي سوبر ماركت. هنشوفها بس مع بعض الاول قبل ما نبتدي. شايفين مرمله ازاي؟ انا عايزه اوريها لكم بس من جوه. شايفين لونها من جوه غامق ازاي ومرمله زي اللي بنجيبها جاهزه. هقول لكم على تكات بسيطه نعرف نعملها بالطريقه دي، طعم الجاهزه بالظبط واحلى كمان بحاجه معموله في البيت ومضمونه. يلا نبتدي مع بعض. بس لو عجبكم الفيديو ادعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا نبتدي مع بعض. جاهزين مع بعض. كيس بسبوسه جاهز، كوباية لبن حليب دافية، مش هنستعملها كلها، هنستعمل حوالي 3/4. معلقتين سمنة برضو مسخنينها في الميكرويف دافية، نص معلقة بيكنج باودر او كيك شيف، معلقتين لبن بودرة، وللعسل طبعا مية وسكر وفانيليا ونص ليمونة. اول حاجة هنبتدي نعملها، هنبتدي نحمر اللبن البودرة، هنخليه ياخد اللون الذهبي، وده سر البسبوسه، سر لونها الذهبي. يلا نبتدي مع بعض ان احنا نحمر. دلوقتي رفعناه على النار، على نار هاديه عشان ما يتحرقش مننا، مع التقليب مستمر لحد ما يبتدي ياخد اللون الذهبي. عايزه اقول لكم يعني التكه البسيطه دي بتفرق جدا في لون البسبوسه. ده اللون اللي احنا عايزين نوصل. هنرفعه على النار بعد ما اخد اللون ده كده ونبتدي نكمل مع بعض البسبوسه. هننزل باللبن على السميد، نقلبه مع بعض، ومعاها البيكنج باودر نص معلقه، مش هنكتر عن كده. نبتدي ننزل بالسمنه. السمنه زي ما قلت لكم في الاول انا مخليها دافيه. حته ان هي بتبقى دافيه دي بتفرق جدا، بتخلي السميد طري ومرمل. في ناس كتيره بتشتكي ان البسبوسه بتبقى ناشفه معاها. احنا لما نحط السمنه واللبن دافيين هتفرق جدا، هتخلي البسبوسه مرمله وطريه. هنقلب كده لحد ما السميد كله يتغلف بالسمنه. احنا مش بنعجن، اول ما نلاقيها ان خلاص كلها اتغلفت بالسمنه هنبتدي ننزل باللبن. بالشكل ده كده خلاص، هي كده بقت مرمله، يعني شبه الرمل اللي مبلول. نبتدي ننزل باللبن. كمية اللبن يعني بنتحكم فيها حسب وزن الكيس. الكيس اللي انا اشتغلت بيه 450 جرام. هي خلاص ابتدت تاخد القوام اللي احنا عايزينه.
نديها بق صغير بس. احنا ما استعملناش الكوبايه كلها زي ما قلت لكم، يعني حوالي كوبايه الا ربع. كده البسبوسه جاهزه معانا. هنجهز معانا صينيه مقاس 26 ومبطنينها بالسمنه، ونبتدي ننزل بيها. بالشكل ده كده. هندخلها الفرن على درجة حرارة 180. هتقعد حوالي من تلت ساعة لنص ساعة حسب الفرن. لو الجناب احمرت والوش لسه ما احمرش هنطفي عليها ونشغل الشواية 5 دقايق. دلوقتي نعمل مع بعض العسل بتاع البسبوسة. كوباية ونص سكر، وعليهم كوباية ونص مية. الكوباية اللي عيرت بيها السكر هي اللي عير بيها المية. بالشكل ده كده. وهننزل عليها بنص ليمونة، وهنقلبه مع بعض. هو طبعا مش هيدوب خالص، بس احنا يعني هنحاول نقلبه شوية وبعد كده نرفعه على النار. واول ما يغلي هننزل عليه بكيس الفانيليا، وبعد كده نطفي عليه. الفانيليا اختياري، اللي حابب يحطها تمام، مش حابب مفيش مشكله. طبعا عارفين العسل بتاع البسبوسه بيبقى سخن، يعني لما بنيجي نسقي بيه البسبوسه بنسقيه وهي البسبوسه سخنه والعسل سخن. يلا نرفعه على النار مع بعض. وادي شكل البسبوسه بتاعتنا بعد ما استوت وطلعت من الفرن. هنبتدي نسقيها بالعسل وهي لسه سخنه، الشربات كمان سخن. نحاول نسقيها من كل الجناب. بالشكل ده كده. بالنسبة للناس اللي البسبوسة بتنشف منها او العسل بيتركز في اخر الصينية من تحت، هقولك على الحل. بعد ما سقيناها كده بالشربات هنغطيها تاني وندخلها الفرن بعد ما طفيناها، يعني الفرن مطفية خلاص. هنغطيها بصينية وندخلها الفرن. هتفضل طرية معانا والعسل هتفضل البسبوسة كلها شاربة العسل. ادي شكلها بعد ما جهزت معانا. يا رب تكون الطريقة النهاردة تكون عجبتكم وتكون سهلة ومش تقليدية وموفرة. استنونا في فيديو جديد ووصفة جديدة. دمتم بخير.